السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة رايحين مع بعض عند مجمع كافيهات فوليدوم او توفليدوم اللي موجود في مصطفى كامل. هو جنب بالظبط سانتوس ونادي المعلمين، وكمان يعتبر تحت الكوبري بتاع سيدي جابر الجديد. هو مكان قوات مسلحة. انتوا هتشوفوا معايا بالنهار شكله مختلف تماما عن ما انا صورته لكم قبل كده بالليل. الاتنين حلوين جدا، يعني بالليل بالاضاءة شكله جميل. الكافيتريات بقى باضاءة الاضاءة اللي على المية، والاضاءة اللي في السلالم، وفي كل حاجة هناك جميلة بالليل. كمان بالنهار هيعجبكم برضو. انا كده كده رايحة، فقلت اصور لكم بالنهار لاني ما صورتوش قبل كده بالنهار. بيبقى الصبح الجو حر واكيد محدش هيقعد فيه، ولكن الكافيتريات المقفولة بيبقى فيها تكييف، يعني اللي حابب يقعد هيبقى شايف البحر وقاعد مستمتع بالجو والهدوء، والجو جميل جدا. احنا دلوقتي كده قدام سان ستيفانو. ده المنظر الامامي اللي جنب البحر، وده كده فندق سان ستيفانو. طبعا تحتيه مول ومحلات وكافيهات، قدامه كده الخضرة والزرع والمناظر الجميلة دي. كده وصلنا قدام توفليدوم او توفوليدوم. التيكت 50 جنيه للدخول بالعربية. لو داخلة من غير عربية مفيش رسوم دخول. انا كده هدخل معاكم. احنا المرة اللي دخلنا من الناحية دي اللي هي الشمال اللي عدت كان بالليل. اما دلوقتي انا هدخل في اخر هدخل من اخر المكان، يعني بعد نهاية الكافيهات هيبقى فاضل بس الكافيه اللي على المية الكبيرة، لان هي تعتبر لسان والمية داخلة فيها. اما البحر المفتوح بقى فوق، عشان تشوفيه تطلعي فوق. دلوقتي الساعة 3 والجو حر جدا، يعني هو صراحة أنا لو هنزل أغير جو مش هنزل في الوقت ده نهائي يعني. لكن أنا رايحة مكتب شهر عقاري موجود هناك، واخدة ميعاد الساعة 3. هو ده المكتب، مكتب جميل ومنظم، مش زحمة خالص. الانتظار بتاعه في اي بي بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده المكان حلو، وفي كمان كافيه. مفيش ناس كتير ولا دوشة. اللي هناك دي شاشة عرض، لما يكون في ماتش بيبقوا مشغلين الماتش عليها، وكل الكافيتريات بيبقى وشهم ليها. زي ما انتوا شايفين كده المنظر تحفة يجنن، المية جميلة، القعدة هناك حلوة قوي، بس طبعا مش في الشمس كده وفي الحر، يعني ابتداء كده من وقت الغروب، يعني تحديدا من الساعة 6 كمان بيبقى الجو تحفة. تقعدوا كده تتبسطوا وتستمتعوا بكل حاجة. بصوا يعني بجد المكان هيعجبكم ان شاء الله. مكان متصمم بطريقة مريحة للأعصاب. ايه رأيكم؟ مكان جميل قوي قوي قوي. لو في الشتاء تعالوا بالنهار، زي يعني عارفة تفطروا هنا زي الساعة 9 الساعة 10، هيبقى الجو جميل وهتستمتعوا بقى ساعتها بالشمس. مش هتكون محرقة، يعني هتبقى حلوة بتدفي. ده غير الاستمتاع بقى لو الدنيا بقى مطرت، احلى استمتاع. ايه رأيكم بقى بشكل المية؟ المية شكلها يجنن، يعني المنظر يتحدث عن نفسه. صح ولا ايه؟ بصوا شكل الصخور مع المية.
جماعه انا مستمتعه حتى والدنيا شمس. عايزه اقول لكم يعني الدنيا حر جدا ومع ذلك انا مستمتعه، عماله اتفرج واصور ومش حاسه باي حر بصراحه. المنظر مخليني نسيت الحر. وكمان عايزاكم تستمتعوا معايا، عايزاكم تتفرجوا معايا على اللي انا شايفاه. مش مشكله بقى اضحي بشويه عرق، مش مهم. بس والله بجد الهواء لطيف مع وجود الشمس، مش مؤثر قوي يعني. هو حر بس في كده احساس تاني، يعني مش حاسه بالحر واللي هو الغلس يعني. اللي انتوا الميه اللي عدت قدامكم دي كانت نافوره بتشتغل على بالليل بقى، وبيبقى فيها اضاءه كده زرقاء خضرا حاجات كده. نرجع بقى. الايه؟ اه ماشي. وبكده اكون نهيت معاكم الفيديو، ويا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم مع السلامه.